بعد أخرى لا مثيل لجماهير الاتحاد. كل الأمنيات لحضراتكم بمشاهدة ممتعة في هذه الأمسية. كوليبالي قال لا، وتلمسة وتمريرة وفرصة خطيرة لكن حسان يتدخل. من روبين مرة أخرى، كرة عرضية صدمت في الدفاع ولا زالت تسديدة خطيرة. انطلاقة المباراة الحقيقية مع هذه اللقطة. ديابي تسديدة ولكنها مرت. في منتهى الخطورة، سيرجي حطها لكنها مرت بمحاذاة القائم. خطيرة جدا، لقطة كانت من جانب سيرجي ولا زالت باتجاه ميتاي عرضية أخرى اتحادية راسية وكرة ولكنها بعد ذلك أقرب لبونو. يا إلهي على لقطة كانت في منتهى الخطورة. شوفها مرة أخرى من جانب كريم لكنها باتجاه الجريدان. محاولة تغيير اتجاه اللعب على الجهة اليسرى. ميتاي تسديدة. بحثا عن الروس، محاولة هلالية على تنفيذ انيميش بالراس وهدف أول. نونيز. نعم هدف هلالي أول في القائم الأول. يا الله، يا سلام على الكرة، يا سلام على أرضية، يا سلام على لعبة هلالية. قبل نهاية الحصة الأولى يتعادلون. نتساءل وإياكم، ننتظر مع لقطة خطيرة وكرة. المدرب سيرجيو كونسيساو، شوط أول جيد المستوى، تقدم فيه الهلال بكرة ثابتة. مامادو دومبيا سجل هدفا، ضغط عالي وكرة، محاولة هلالية خطيرة وكرة وفرصة. يا إلهي، دانيلو بيريرا يتدخل. يا الله، هل كان فيها شيء اللقطة الماضية؟ إلى داروين نونيز، خطيرة إلى روبن نيفيش، تسديدة ولكنه برازيلي آخر في ملعب الجوهرة. إنه ماركوس ليوناردو. هدف هلالي ثاني بعد تسديدة من نيفيش، تصدى لها حامد، كانت عند ليوناردو، يعرف طريق المرمى جيدا، يشم رائحة الأهداف. برازيلي آخر في ملعب الجوهرة. كرة أمامية، تسديدة كريم لكنها مرت. يا الله على لقطة. فرصة هلالية بينية لسيرجي لكنها مرت. يا الله، كرة أمامية خطيرة باتجاه ديابي عرضية وفرصة تسديد لكن نيفيش يتدخل ولا زالت. كرة تصل مرة أخرى باتجاه مالكوم بلمسة أمامية. سيرجي بينية خطيرة ونونيز الثالث، لكن فيها تسلل، فيها صافرة وتسلل على داروين نونيز. الهدف الثالث لم يأتي لأن الإشارة جاءت من بابلو غونزاليز بوجود حالة تسلل على داروين. الغامدي بلمسة بينية باتجاه كريم، خطيرة وتسديدة ولكنها مرت بمحاذاة القائم. يا الله، يا لها من كرة لكنها عدت يا كريم. تجديد العهد بالانتصارات في الكلاسيكو بعد خسارة مباراة الكلاسيكو الموسم الماضي. اليوم إنزاغي ينجح في الحصول على 3 نقاط ثمينة ويتجاوز هذه المباراة بكفاءة عالية ويصل بالهلال إلى 14 نقطة، وبالتأكيد يحاول اقتراب أكثر من القمة. نشكركم سيداتي وسادتي بعد نهاية هذا الكلاسيكو.